السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، استكمالا لما تفضل به مولانا الشيخ أحمد بارك الله فيه، حيث تحدث عن النفس الإنسانية وما يعتريها من تغير. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة ليرحمه، خلقه من أجل أن يرحمه، لذلك جعل هناك أشياء لا يحيد عنها إلا من هو مصر على المعصية، فخلق الإنسان على هيئة أنه عنده نفس لوامة، ثم أمر الإنسان أن يكون ناصحا لأخيه الإنسان، ثم أمر المجتمع أن يضرب بيد من حديد على الإنسان الذي يطغى على ذلك المجتمع. ثم إذا ما فشلت هذه الأشياء أرسل الله تبارك وتعالى رسولا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. حينما تعم البلوى على كثير من المجتمع أو على المجتمع بأكمله، يرسل الحق تبارك وتعالى رسولا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى جعل في الإنسان نفس لوامة. فسدت النفس اللوامة تفسد إزاي؟ الإنسان لما يعمل معصية 2 3 10 كما تفضل الشيخ أحمد، أصبحت هذه المعصية بالنسبة له لا شيء. تخمد هذه النفس اللوامة، تخمد لدرجة أن الإنسان لا يدرك أو لا يرى أن هذه معصية. وأشد مثال وأوثق مثال على ذلك الجماعة اللي يعملون في المسبغة، دباغة الجلود. المدبغة لو أنت قادم عليها من مسافة طويلة تشم رائحة كريهة جدا، لكن الذين يعملون فيها لا يشمون هذه الرائحة. لماذا؟ لأنهم مقيمون فيها دائما، فأصبحت مألوفة، رائحة مألوفة بالنسبة لهم. كذلك الذي يفسد النفس اللوامة داخل الإنسان يفسدها بكثرة المعاصي، لدرجة أنه يعمل المعصية ولا يأبه بها. تجد القاتل مثلا حينما يتمادى في القتل إذا به يقتل إنسان ولا يرى أنه فعل شيئا. أصبحت المعصية بالنسبة له شيء مألوف، فماتت النفس اللوامة فيه. ثم نتدرج إلى المجتمع. الإنسان أو المسلم مطالب أنه يتدرج في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، تكون عنده نفس اللوامة، لما تلومه يرتدع ويرجع إلى الله. يقول الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بمجرد أنه ينتبه أنه فعل معصية سرعان ما يعود إلى الله تبارك وتعالى. ودينه اللي لسه النفس اللوامة شغالة فيه، أول ما ينتهي من الذنب يبدأ يتذكر اللي وقعني في المعصية دي، ويتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى.
طيب إذا تمادى الإنسان زي ما قلت بيرتقي في تقربه إلى الله لما يكون عنده نفس اللوامة ويصبح النفس اللي بتلومه دي تردعه عن المعاصي، يتدرج أعلى من ذلك، يجد نفسه مسؤول عن إصلاح المجتمع، يعني يجد نفسه من المصلحين الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني في ناس كأنهم يحملون هموم المجتمع على أكتافهم، كأنهم مسؤولون عن ذلك المجتمع. فإذا ما فسدت النفس اللوامة في كثير من أبناء المجتمع، إذا بهم يهبون لنصح هؤلاء، لعمل ندوات لهم، للضرب أو إغلاق هذه الأماكن التي تؤدي إلى هذه المعاصي، وهكذا من هذا السبيل. فإذا لم يوجد في المجتمع هؤلاء المصلحون وعم الفساد، يكون الحق تبارك وتعالى بإرسال رسول لهذه الأمة. طيب هذا كان سابقا قبل أن تختم الرسالات برسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعدين وإحنا بالنسبة لنا إيه بقى؟ الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ تلك الرسالة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين، اللي هو إيه؟ القرآن، كتاب الله. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بحفظ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب كأنه حفظ لنا رسولا باقيا معنا إلى قيام الساعة. ليه؟ لأنه أبقى ذلك الكتاب الذي أرسل به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعنا ذلك الكتاب فلن نضل بعده أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله وسنتي، فإنكم إذا اتبعتموه فلن تضلوا بعده أبدا. كأنه أصبح رسولا موجود ثابت في المجتمع حينما تعم البلوى في المجتمع. إذا ما أردنا الإصلاح علينا أن نعود إلى ذلك الكتاب وإلى هذه السنة التي حفظت لنا على أيدي أناس قيضهم الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. طيب ده بالنسبة للعصاة ودرجتهم ودور المجتمع. زي ما قلنا إن في مصلحين يحاولون أن يصلحوا هؤلاء. طيب في أرقى من كده؟ أيوة طبعا. حينما تجد أو تقرأ في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنهم على أصناف. أعلاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني اللي عايز يرتقي يشوف الجماعة دول الأعلى منهم مين واللي بعده مين وهكذا. سيدنا أبو بكر لم يفق الصحابة بكثرة العبادة، إنما فاقهم برؤية أعلى، برؤية أوضح من كثير من الصحابة. وهذه هي التي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يفقهم بكثير من العمل، إنما بشيء في قلبه. إيه الشيء اللي في قلبه؟ يعني لو جينا نشوف لرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته، تلاقي 13 سنة بيقول فيها للناس: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس. و10 سنين بقية الرسالة. يعني اشمعنى 13 سنة قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والباقي بقية الفروض والنوافل ليه؟ يعني لأن من آمن بهذه العقيدة إيمانا حقيقيا تصبح الرؤية بالنسبة له أوضح بكتير. معنى لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني أعمالك كلها اعرضها على ما قاله الله، فما قاله الله هذا صواب فهو صواب، وما قاله الله هذا خطأ فهو خطأ. حينما يكون الإسلام على هذه الرؤية
تتغير المفاهيم تماما، يبقى الإنسان ما عادش له رأي، يبقى الإنسان موقوف لما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا النبي كان بيأكد على حاجتين: أنه هناك إله، وأنني من عند ذلك الإله، لدرجة أنهم كانوا يقولون: لا ده أنت القرآن ده من عندك. طيب يعني لو جيت تقول لأي واحد النهاردة ده أنت نابغ، ده أنت عبقري، هو يقول لهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. القرآن إيه اللي أنا جايبه من عندي؟ أنا معاكم بقالي عمر، وأنا كنت بعرف أقول الكلام ده؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. نيجي سيدنا أبو بكر، ليه أعلاهم؟ لأن الرؤية اتضحت عنده، الإيمان بالنسبة له يعني رأى ما وراء الأشياء، لدرجة أنه في كثير من المواقف ما كانش بيستغربها، مع أنها مواقف غريبة جدا. مثلا في صلح الحديبية الشروط كلها شروط مجحفة للمسلمين، ومع ذلك يوافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني درءا للحرب والقتال، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو يقول: ألست رسول الله؟ ألم تكن لنا كذا؟ حتى وقف أبو بكر، شوف يعني مش ما استغربش المسألة وبس، لا ده وقف يدافع بإيمانه، قال: إلزم غرزك إنه رسول الله وهو ناصره. يبقى إيمان يرى ما وراء الأشياء، مش في موقف زي ده وبس، موقف زي موقف تاني لما النبي قال: تصدقوا. أنت كمؤمن حقيقي تعلم أن الرزق من عند الله، يعني لو اللي معك كله راح تعلم يقينا أن الله من الممكن أن يرزقك يعني أضعاف ما عندك في لحظة. لما كان الإيمان الحقيقي ده عند أبو بكر وكان يعني حاضرا في ذهنه دائما فاق هؤلاء، فجاء بمال كله فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وسيدنا عمر جاء بنصف ماله، وهذا شيء رائع. لكن أنا بقول حينما تكون الرؤيا أعلى وأوضح يكون السبق، يعني تكون الرؤيا أوضح حينما ترى خلف الأشياء، وهذا ما كان يميز أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لدرجة أن الآيات كانت تنزل فكان يبكي لها أبو بكر ولا يبكي لها غيره من الصحابة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بكى سيدنا أبو بكر. بتبكي ليه؟ حينما يكتمل الشيء لابد أن يجيء بعده النقصان، وهذا النقصان سيكون إيه؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبكي سيدنا أبو بكر لدرجة أن رسول الله حينما مات وقال الصحابة: مات رسول الله، قال عمر: والله إن قال أحد مات رسول الله لفعلت وفعلت. قال أبو بكر: يقول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول سيدنا عمر: والله لكأني أسمعه أول مرة. يبقى السبق يكون بالرؤية الثاقبة، بالنظر إلى الأبعد، وإذا أردت أن يكون نظرك إلى الأبعد فتقرب إلى الله تبارك وتعالى قدر ما استطعت، واسأل الله تبارك وتعالى أن يقربك منه إن أردت هذا الطريق. يبقى عليك أن ترتقي في هذا الطريق، لا تتوقف عند النفس اللوامة ولا عند النفس المطمئنة، بل وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. ولذلك حينما تريد ذلك
عليك أن تتقرب إلى الله بكثير من الذكر. فاذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر الكثير اللي هو ليه؟ يعني زي ما قال فضيلة الشيخ أحمد، الذكر الكثير هتقرأ القرآن كتير، وانت لما تقرأ القرآن وربنا بيكلمك وأنت تسمع كلام الله تبارك وتعالى وتتدبره، ماذا يكون الحال؟ لابد أن يكون الحال في الارتقاء، وهذا هو شأن المسلم الحق. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إن لي نفسا ذواقة تواقة، إن لي نفسا ذواقة تواقة، كلما ذاقت شيء تاقت إلى ما هو أعلى منه. حينما كان أميرا كان يلبس الثياب بالآلاف، ويقول: ما أجمله لولا خشونة فيه، مع إنه يعني من أفخم الثياب، لكنه كما يقولون كان إنسان مدللا، فكان يلبس أفخم الثياب ويقول: ما أجمله لولا ليون فيه. فلما ولي الخلافة، أو يقول تاقت نفسي إلى الخلافة، يعني نفسي حدثني أن أكون خليفة للمسلمين، بقى بعد ما كنت أمير عايز أبقى خليفة للمسلمين. فلما ولي الخلافة ماذا فعل؟ قرب من ربنا أكثر، فتنازل عن هذه المتع في الدنيا، فكان يلبس الثياب بدراهم ويقول: ما أجمله لولا ليون فيه. ده أنت لابس يعني أخشن حاجة، لكنه أراد أن يقترب من الله تبارك وتعالى، فابتعد عن كل ملذات الدنيا وأراد أن يتقرب من الحق تبارك وتعالى، حتى أنه قضى على أموال بني أمية. مش هو لوحده، ده القريب له كان يؤخذ بهذه القربة ولا يأخذ من مال المسلمين شيء. أخذ هذه الأموال ووضعها في بيت مال المسلمين، لدرجة أنه كان يتحدث مع زوجته يوما وقال: أتذكرين يا فاطمة يوم فعلت لك كذا وكذا؟ فضربته على يده وقالت: وأنت اليوم أقدر على ذلك من هذا اليوم. فبكى وقال: يا فاطمة إني أخاف النار، إني أخاف النار. أنت كنت أمير وكنت بتعمل لي كذا وكذا، أنت اليوم خليفة للمسلمين. قال: يا فاطمة إني أخاف النار. يبقى ارتقى، هو صحيح ارتقى في المناصب، لكن كلما ارتقى في المناصب اقترب من الله تبارك وتعالى. يبقى نحن المسلمون حينما نذكر سيرة هؤلاء العظام من سلفنا الصالح وماذا كانوا يفعلون في قربهم من الله تبارك وتعالى، ماذا يكون حالنا؟ لابد أن نتأسى بهؤلاء، وأن نقتفي أثر هؤلاء، وأن نفعل كما فعل هؤلاء. إذا أردت أن تفعل ذلك عليك أن تحاسب نفسك لترى ماذا تفعل. تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، أنت بتفعل هذه الأشياء، هذه فرائض. طيب خلي لك نوافل، أدي النوافل المفروضة عليك مثلا في اليوم والليلة، النوافل الثابتة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر و2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. يعني النوافل اللي هي الصحيحة، التي السنن المؤكدة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اجعل لك وردا من الليل، ثم اجعل لك وردا من القرآن، بذلك تقترب من الله تبارك وتعالى أكثر فأكثر. ينبغي علينا إذا أردنا ذلك، إذا أردنا بحق أن نرتقي إلى الله تبارك وتعالى، علينا أن نفعل هذه الأشياء التي أمر بها الله، والتي سنها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرت لنا في قرآننا بأنها تقربنا من الله. ولم لا؟ والله تبارك وتعالى يقول إيه؟ فاسجد واقترب.
يعني كأنك كلما سجدت تكون قريبا من من؟ من الله تبارك وتعالى. لكن مين يعني كل سجود يكون قريب من الله؟ لا، هذا السجود المنفعل لله تبارك وتعالى الذي يضع نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول يا رب أنا بين يديك، أنا عبد فقير ضعيف محتاج إليك، الأمور كلها بيديك. حينما كان الصحابة يرون هذه الحقيقة كانت تتغير الأمور بالنسبة لهم تماما. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمرو بن العاص شخصيات بارزة في الإسلام. خالد بن الوليد لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، لدرجة أنه خرج هو وعمرو بن العاص وغيرهم يريدون أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه الله تبارك وتعالى بذلك فصلى صلاة الخوف. صلاة الخوف إن صف واقف يدافع وهو يصلي والصف الثاني بيسجد وهكذا. فلما رأى خالد بن الوليد ذلك قال لا، هذا أمر غير طبيعي، ده مش لا ساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا مجنون كما قال أهل قريش، هذا محفوظ من الله، ده هو فعلا في هناك إله اللي هو بيقول عليه ده كلام مظبوط، لدرجة أنه بعدها أسلم وتغير الحال تماما. بس إمتى؟ حينما علم حقا أن هناك إله، قال إن القوم ممنوعون، هؤلاء في معية الله تبارك وتعالى، فمهما نفعل، مهما كانت عندنا النظرة، مهما كانت عندنا العبقرية العسكرية، لن ننتصر. هذا حينما فكر تفكيرا حقيقيا ونظر نظرة ثاقبة قال إن القوم ممنوعون، فتغير الحال تماما، ساب الطريق اللي هو ماشي فيه ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير الحال لدرجة أنه كان كما قال أبو بكر الصديق والله لأدمرن الروم، لا أجعلن وساوس الروم، لا أمحين وساوس الروم بخالد، حتى أنه كانوا يخافون من اسمه لدرجة أنهم سألوه أنت معك سيف من عند الله؟ قال لا، إنما هو اسم سمانيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس معي سيف من الله تبارك وتعالى. حتى أن الفاروق رضي الله عنه حينما رأى ذلك ورأى انتصارات سيدنا خالد بن الوليد المتتالية خاف على عقيدة المسلمين أن يقولوا أن النصر بيد خالد، إنما النصر بيد الله. عقيدة الحقيقية أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر الإنسان، عليه أن يجاهد، عليه أن يحارب، أن يقف في الصف، أن يفعل ما عليه، لكن النتائج بيد الله تبارك وتعالى. فعزل سيدنا عمر خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش وولى عليهم أبو عبيدة بن الجراح. ربما رأى الكثير من الصحابة أن هذا أمر لا يليق، يعني عندك قائد العالم كله يشهد ببراعته ومع ذلك تعزله عن قيادة الجيوش؟ نعم، العقيدة هي التي تسبق كل ذلك. العقيدة الحقيقية هي الأجدر أن تجعل النصر للمسلمين، وما وراء ذلك يأتي بعدها. عزله وولى مكانه أبو عبيدة بن الجراح، وكانت النصر للإسلام والمسلمين. لذلك كانوا يرتقون إلى الله تبارك وتعالى ولا يقفون عند حد من الحدود. إذا أردنا أن نتمثل بهؤلاء علينا أن نرتقي في عبادتنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نجلس مع أنفسنا يعني جلسة حقيقية لنحاسب أنفسنا أولا بأولا، ونرى موقعنا الحقيقي
بصدق مع أنفسنا. كل إنسان يجلس مع نفسه يشوف نفسه في المكان هو بالضبط، يقول أنا كده مسلم بالحركرك، أنا كده يعني لسه قدامي قد إيه لما أبقى مسلم حقيقي، أنا كده بيني وبين الإيمان قد إيه، أنا كده بيني وبين هؤلاء الذين تمثلوا الإيمان وتمثلوا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيني وبينهم لسه قد إيه، أنا محتاج قد إيه عشان أوصل إلى هؤلاء. حينما تكون النظرة هكذا، حينما تكون الرؤية هكذا، حينما يكون الإنسان يفكر في الارتقاء إلى الله تبارك وتعالى ويتمثل بهؤلاء، تجد في الأمة نماذج رائعة مثل هؤلاء. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا حقيقيا، أن يرزقنا إيمانا حقيقيا كإيمان هؤلاء، وأن يرزقنا وقفة صادقة مع النفس لنرتقي كما ارتقى هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى. فالأمر ليس قاصر على هؤلاء، أي نعم كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة يعني تفوقنا بكثير. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا مضاعفة للأجور عن هؤلاء الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن العمل منا أضعاف، يأخذ من الأجور أضعاف هؤلاء. إن الرجل من أمتي لا يعمل بالعمل ب1000 منكم أو ب100 منكم، قال بل منهم، يعني الرجل الصالح فيهم يعادل 100، قال لا منكم. لماذا يا رسول الله؟ لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. أعوانا، ومش أي أعوان، ده أعوان كما قلت يرون ما وراء الموجود، يعني يرون الحقيقة حتى قبل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تشوف سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي بحث عن الحقيقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بقى العالم كله يموج بالكفر وهو يبحث عن الحقيقة، يقول لا الأمور كده مش طبيعية، هذه الأديان اللي موجودة دي ليست أديان حقيقية، مع أنه كان ابن يعني رجل وصل في ديانة المجوسية إلى أعلاها، ولدرجة أنه وصل أنه أصبح قاطن النار، اللي هو اللي بيوقد هذه النار التي لا تخمد، التي يعبدها أهل المجوس. شوف بقى لما تكون في ديانة وأنت قائد لها، لكن كان قلبه نظيفا، قال لا، هذا ليس دينا حقيقيا، وهذا ليس إلها يعبد. فأرسله والده في طلب شيء ما، فوجد نصارى يتعبدون في صومعة، فجلس معهم وقال هذا الدين أفضل من الدين الذي عليه، هذا الدين الموجود في الكنيسة أفضل من الدين الذي أنا عليه. هو يبحث عن الحقيقة، يعلم أن هناك إله لهذا الكون، وهذا الإله ينبغي أن يعبد بطريقة معينة، لكن هو مش عارف الأمور إزاي، فبيبحث عن الحقيقة وبيدفع أي ثمن لها، حتى لو كان يقف في وجه أبيه، يترك ديانته، يترك أرضه. وهذا ما حدث حينما عاد إلى أبيه ووجد أنه لم يفعل ما أمره به أبيه. ماذا فعل؟ قال لقد رأيت أقواما يعبدون الله ودينهم أفضل من هذا الدين، فغضب عليه وحبسه وربطه، لدرجة أنهم ذهبوا يسألون عنه. قال أين أصل هذا الدين؟ وأين هؤلاء الذين يعبدون الله عبادة حقيقية لهذا الدين؟ قالوا في مكان كذا. قال إذا جاء أهل هذا المكان فأعلموني. فلما جاءوا أعلموه، فخرج من بيت أبيه هاربا
إلى هذا الدين، إلى أصل هذا الدين، فوجد راهبا يعبد الله تبارك وتعالى، فجلس معه يتعبد لله تبارك وتعالى مع ذلك الراهب، ولكنه لم يكن إيمانه إيمانا حقيقيا، بل كان رجلا يأخذ الصدقات من الناس ويدخرها لنفسه. فلما مات قال، جاء أهل البلدة يعني يفرحون به ويمدحون فيه، قال ليس كما تزعمون، إنه كان يأخذ الصدقة منكم ويدخرها لنفسه. فغضبوا عليه فأعلمهم بمكانها، فعلموا بذلك أنه على حق. ثم سأل مرة أخرى، يعني لم يكتفي بمرة ولا باثنين ولا بثلاثة، سأل مرة أخرى: من يعبد الله على هذا الدين عبادة حقيقية؟ قالوا في المكان الفلاني. فذهب إليهم لدرجة أنه حينما وجده يعبد الله على حق وكان رجلا صالحا، اتخذ بقرات واتخذ أغنام وبدأ يرعى ويوطن حياته أنه يعيش في ذلك المكان الذي وجد فيه إنسانا يعبد الله على حق. فلما حضرته الوفاة قال: أيها الراهب، لم يبقى لي أحد أعرفه إلا أنت، فمن يعبد الله على هذه العبادة؟ قال: لم يبقى إلا رجل في مكان كذا. فذهب إليه، ولما ذهب إليه وحضرته الوفاة قال: أي بني، لم يبقى على هذا الدين أحد أعرفه إلا أنه أقبل زمان إرسال نبي وهو بين لابتين بينهما نخل، فإن رأيته فعليك به. فما زال يبحث ويتحرى حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وجاهد في هذا السبيل حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يرتقوا إلى الله تبارك وتعالى، والذين يبحثون عن حقيقة العبادة لله تبارك وتعالى. لذلك أسأل الحق تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء، وأن نرتقي إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا نظل على حالة واحدة، بل نرتقي إلى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.